وجع المفاصل في رمضان، هو الصيام بيخفف الالتهاب ولا بيزوده؟ لو حسيت في رمضان إن ركبتك بتتيبس أكتر أو ظهرك بيوجعك أول ما تقوم من القعدة أو كتفك بقى حركته محدودة، يبقى السؤال المهم: هل الصيام له علاقة بألم المفاصل؟ هل ممكن يقلل الالتهاب ولا نقص السوائل وسوء التعويض بيزود التيبس ويصعب الحركة؟ خلينا نفهم في الحلقة دي هل الصيام راحة للمفاصل ولا ضغط عليها؟ قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآية الكريمة بتلفت نظرنا إن لكل إنسان حالته، وما ينفعش نعامل كل الأجسام بنفس الطريقة. فالمفاصل اللي فيها التهاب مزمن أو خشونة ممكن تستجيب للصيام بشكل مختلف حسب التغذية والسوائل والحركة. وعشان كده الفهم مهم، لأن العبادة واحدة لكن استجابة الجسم مختلفة. والصيام لما يتعمل بتوازن ممكن يقلل الإشارات الالتهابية في الجسم بدل ما يزودها. يعني إيه التهاب مفاصل؟ التهاب المفاصل مش مجرد ألم في المفصل، لكنه استجابة التهابية بتحصل جوه المفصل نفسه. لما الجهاز المناعي يبعت إشارات التهابية في المنطقة فبيزيد تدفق الدم والسوائل حوالين المفصل، وده ممكن يسبب تورم أو سخونة. ومع الوقت تبدأ الأنسجة المحيطة بالمفصل تتأثر فتقل مرونته وتبقى الحركة أصعب، ويظهر إحساس بالتيبس خاصة بعد الراحة أو عند بداية الحركة، لأن الالتهاب بيأثر على السائل الزلالي اللي بيسهل حركة المفصل. فالمشكلة مش في العظم نفسه قد ما هي في البيئة الالتهابية اللي بتخلي الحركة مؤلمة ومحدودة. طيب هو الصيام بيعمل إيه للمفاصل؟ الصيام ممكن يقلل الالتهاب العام في الجسم، لأنه بيقلل الأنسولين والسكر، وبالتالي الإشارات الالتهابية بتقل، وده بيساعد في تخفيف ألم المفاصل عند بعض الناس. لكن لو السوائل قليلة أو البروتين ضعيف أو الحركة قليلة، المفصل ممكن يبقى أكتر تيبساً ويزيد في الألم. طيب إمتى الصيام ممكن يزود الألم؟ لما شرب المية يبقى قليل، نقص في البروتين، زيادة في السكر في الفطار أو بعد الفطار، قلة الحركة، أو نوم غير منتظم. ساعتها الجسم ما يقدرش يقلل الالتهاب بكفاءة. طيب إزاي نقلل الألم في رمضان؟ 1. مية كفاية من المغرب للفجر. 2. بروتين في الفطار وفي السحور. 3. قلل السكريات. 4. حركة خفيفة بعد الفطار. 5. النوم المنتظم. الخلاصة: الصيام مش سبب خالص وجع للمفاصل، طريقة صيامك هي الفرق. ولو ظبطت أكلك وسوائلك ممكن تحس براحة في الحركة مش زيادة في الألم. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم 26. السلام عليكم.